السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب عمرو الدسوقي في كل مكان. وحشتوني جدا جدا. النهاردة كان في اجتماع بين مستر كولر ولجنة التخطيط. قدرنا على قد ما قدرنا يعني نجيب شوية معلومات كده من كواليس الاجتماع، آه والحديث اللي دار والكلام ده. عقبال ما نبدأ نجيب التفاصيل كاملة يعني. وعندنا شوية أخبار تاني هنتكلم فيها عن نادي الزمالك، وعن المباريات اللي جاية المتبقية للنادي الأهلي، وتحديد السوبر المصري وتحديد السوبر الأفريقي. نبدأ بأول أخبارنا، وهي موضوع الاجتماع. طبعا المفروض يهم كل جمهور النادي الأهلي، وإيه اللي في الآخر هنخرج منه بالاجتماع ده، واللي منتظراه جمهور الأهلي باللعيبة اللي جاية وبناء الفرقة للموسم الجديد. طيب النهارده بدأ الاجتماع يعني، او كلام الاجتماع: ايه يا عم كولر طلباتك من قبل إدارة النادي الأهلي؟ طلب، قال لهم انا طبعا ام كولر فاتح بقى فتحته. آه قال لهم انا دلوقتي طلبت كوناتيه، اترفض. طلبت مكوينة، مش عارفين تجيبوه. طلبت يحيى عطله، لحد دلوقتي إدارة التخطيط مش راضية تجيبه في نفس المركز. كل ما اطلب لعيب مش عايزين تجيبوه، البدائل اللي انتوا بتديها لي مش عارفين تخلصوها، مش عارفين نجيب مهاجم لحد الان داخل النادي الاهلي، عمالين تجيبوا لي مهاجمين ما ينفعوش. فدلوقتي انا طالب حاجات مش عايزه تيجي، وكمان عمالين تخرجوا لعيبه وما جبتليش البدايل. طبعا هو بيتكلم طبعا على الو ديانج. يعني دلوقتي الاهلي عمال يمشي في ديانج ودي كريستو. فطب انت فين البدايل اللي جبتها؟ مفيش. طب كمان في كلام على رضا سليم كمان يطلع اعاره. طب فين البدايل؟ مفيش. طيب انا كمان طالب كمان، لو انتوا عايزين كولر بقى طلب ان الشناوي لو عايزين تمشوه مفيش مشكله، وجاله عرض كويس وعايزين يخرج مفيش مشكله، وكمان حمزه علاء يمشي. طب انت يا عم كولر عايز ايه؟ طب مين اللي كامل فعلوا بند شراء الزنفولي؟ وفعلا النادي الاهلي خلال ساعات فعلوا بند شراء الزنفولي حارس المرمى. ف فدلوقتي انا عايز افهم برضو. ديانج برضو طلبوا ان هو كان المفروض يمشي بعد مباراه بيراميدز اللي فاتت، المفروض يخرج يسافر. فطبعا مستر كرة طلب من اداره النادي الاهلي ان هم ياجلوا سفره لحد بعد مباراه بيراميدز اللي جايه، مصمم ان هو يلعب معاه المباراه اللي جايه على اساس يعني ان هو برضو بيشركه بشكل رسمي. المهم طلب ان يخليه. في الاخر اداره الاهلي قدرت تواصل مع اداره النادي السعودي، وان هي يسافر يوم 23 اللي جاي، اي بعد مباراه بيراميدز اللي هي يوم 22. طيب انتوا خرجتوا ديانج، فين البدال؟ قال لهم انا طلبت مكوينه بديل لديانج، او محمد بن رمضان، ولا ده عارفين تجيبوه، ولا قالوا له اصل بسبب المغالاه الماديه واحنا بنحاول معاهم لحد دلوقتي. طب انا ذنبي ايه؟ قالوا يعني انا ذنبي ايه في المغالاه الماديه؟ اداره النادي الاهلي حاطه رينج معين، والرينج ده يعتبر يا جماعه ما يجيبش اصلا لعيبه. يعني 500,000 600,000 700,000 اقصى حاجه دولار، مليون دولار ماشي. مع السوق الاحترافي دلوقتي، او اللعيبه اللي ليها اسامي بره ومحترفه، مش هتجيب المبالغ دي. زي ما حصل وباصت صفقه اللاعب المدافع المغربي اللي راح على النادي البلجيكي، وبسبب اللي هو كان قال عايز يدفع فيه 700,000 دولار، وتعرقلت بسبب الماديات برضه. فالقصه كلها فين لحد الان؟ البدايل مفيش. في الاخر بنسبه كبيره انا اتوقع الاجتماع خرج على مفيش. طب انا كمشجع اهلاوي استفدت ايه من لحد دلوقتي اللعيبه عماله تطلع اعراض، ولحد دلوقتي مفيش البدايل؟ لحد الان بقى لنا 3 سنين مفيش مهاجم. احنا ربنا كرمنا بوسام ده، ان في الامل يبقى عندنا مهاجم، ودلوقتي هو لوحده. لازم يبقى فيه مهاجم قوي معاه عشان يسد، بس كمان بعد استبعاد كهربا بشكل كبير، وان كولر دخله في بند القايمه السوداء ان هو مش عايزه يكمل. ف... فدلوقتي وسام لوحده فين بقى لنا 3 4 سنين مش عارفين نجيب مهاجم للنادي الاهلي. فدلوقتي انت معلش، انت دخلك كماديات السنين اللي فاتت او السنتين اللي فاتوا مبالغ ماليه كويسه بسبب البطولات اللي انت اشركت فيها وكسبتها. طب ان انا ابني بقى، انت داخل على مدعكه كرويه الموسم اللي جاي، كسوبر افريقي والدوري المصري والسوبر الاماراتي والدوري الافريقي وكاس العالم بشكله الجديد والانتر المستحدثه. داخل على مدعكه. فالمفروض انا داخل واداره الاهلي وعدت الجمهور انها هتبني فرقه
قويه تنافس في كاس العالم اللي جاي، مش هتبقى ضيف شرف. انا مش شايف الكلام ده. انا مش شايف كاداره النادي الاهلي دلوقتي بخيله، مش عايزه تدفع جنيه، مش عايزه تدفع مبالغ. انا ما اعرفش برضو ايه السبب. ده بالنسبه لاداره النادي الاهلي واجتماع النهارده اللي في الاخر، اللي هو من الاخر يعني طلع صفر. يعني انا شايف ان هو طلع صفر. الاجتماع ده ما فيهوش اي نتيجه خالص تمت ولا اي حاجه. ان هو كان قال لهم كمان انا ديانج وافقت بعرضه او وافقت بمشيانه مقابل ان انا اجيب مكوينه او اجيب محمد برمضان. انتوا طلعتوا ديانج وما جبتوش البديل، ولحد دلوقتي انا ما اعرفش مين بديله الموسم اللي جاي. ده كلام كرة في اجتماع. يعني انتوا مشيتوا ديانج وافقتوا على ديانج وطلعتوه بسرعه. طب مين البديل اللي انا جبتوا لي البديل؟ لا لسه بنتفاوض معاهم. طيب هو فشكلة التفاوض، ما الله اعلم بقى مين البديل. ده اللي بيتم داخل النادي الاهلي. طيب الحاجه اللي بعد كده عندنا طبعا النهارده اتحاد الكوره حدد بشكل رسمي خلاص اللي هي بطوله السوبر الافريقي بشكلها المستحدث اللي حصل الموسم اللي فات بالاربع فرق. هتبقى يوم 1 اكتوبر اللي جاي ان شاء الله. انتوا عارفين بيبقى بطل الدوري، بطل الكاس، بطل الرابطه، والفرقه الرابعه بياخد لا اما تاني الدوري لا اما تاني الكاس. ده على حسب رؤيه رابطه الانديه. والسوبر طبعا الافريقي تم تحديده برضه بشكل رسمي يوم 27/9 اللي جاي في السعوديه. وبناء عليه مستر جوميز مدير الفني نادي الزمالك طلب من اداره نادي الزمالك بشكل سريع وبشكل فوري ومصمم على رايه ان هم لازم يدعموا الفرقه عشان يخش ينافس على السوبر الافريقي اللي جاي. لازم ينافس. طبعا المعلومات اللي عندي ان هو فتح القيد اعتقد ممكن يفضل شهر يناير، لو كده مش هيلحق. عشان كده مستر جوميز ضاغط على الاداره ان يلحقوا يفتحوا القيد الفتره دي بحيث يدعموا قبل مباراه السوبر الافريقي. الحاجه الاخيره اللي عندنا وهي طبعا عندنا بكره ان شاء الله مباراه الزمالك مع بلديه المحله في الدوري الساعه 9. وبيراميدز هيلعب في كاس مصر مع النصر، فريق اسمه فريق النصر، الساعه 8 مساء في الكاس. طبعا البيراميدز هيلعب المباراه دي واحده ويقعد مريح اسبوع كامل لحد مباراه الاثنين اللي بعده اللي هي مقابله النادي الاهلي. في مقابل النادي الاهلي هيلعب يوم الثلاث اللي جاي مع مودرن سبورت، ويوم الجمعه مع فريق الالومنيوم في كاس مصر. وهيروح لبيراميدز يعني متقدم عنه او لاعب عنده ازيد بمباراتين. يبقى بيراميدز مريح اسبوع كامل والاهلي مضغوط بدنيا و فنيا وكل حاجه. فده قدر النادي الاهلي بسبب المؤجلات اللي عنده، والاهلي قدها وقدود ان شاء الله. وجمهور الاهلي في ظهر اللعيبه وفي ظهر الاداره مهما كان الاحداث اللي حصلت او مهما كان يحصل. جمهور الاهلي داعم قوي وداعم اول للنادي الاهلي، وان شاء الله الدوري في النادي الاهلي باذن الله هذا الموسم. يا رب اكون وفقكم النهارده باخبار مهمه واشوف اخبار جديده مع عمرو الدسوقي.